أنت تقرأ مثلا عندنا في القرآن الكريم، أعطيك مثال ثم إن شئت أمثلة أعطيك، هذه إضافات من عندي في التفسير والحمد لله. عندما نقرأ بعض الصور المتشابهة المطالع مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم عندنا 6 صحيح؟ نعم. عندنا حام ميم 7 صحيح. حاميم عين سين قاف، حاميم تنزيل الكتاب. عندما تقرأ المسبحات، سبحان، سبح لله، سبح لله، يسبح لله، يسبح الله، سبح اسم ربك الأعلى، المسبحات 7. الواحد يتساءل لماذا ثمة أسر، أنا سميتها الأسر القرآنية، جميل. أسر قرآنية، عائلات، أسرة المسبحات، أسرة الحمد لله. عندك الفاتحة، كهف. عندك الكهف، عندك الأنعام، عندك سبع وفاطر. نعم. إذن أما نتساءل ونقول لماذا 5 سور الحمد لله وغيرها لا تبدأ بالحمد؟ إذن ثمة أسرار. هذا دعاني أفتش أكثر. طبعا العلماء السابقون ذكروا ذلك، ذكروا أن عندنا 5 من سور الحمد و7 مسبحات و7 حواميم حاميم، 2 تبارك، تبارك الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي بيده. نعم. جيد. ألا يوجد أشياء لماذا بدأ الله سورتين بهذين المطلعين وكل الصور الأخرى تبدأ مختلفة؟ صحيح؟ صحيح. أنا فكرت، وهذا أقول لك وأعيد، توفيق الله أولا، يعني لا أقول أن اجتهادي وهل أنا أفضل من الرازي والزمخشري، لا، هو توفيق وأسند الأمر لصاحب الأمر. والتوفيق كان للرازي والزمخشري أيضا في عهدهم، وابن عاشور، يعني كل موفق من الله سبحانه، يوفقه الله لما يشاء. أنا أعطيك مثال، تبارك الذي، أبدأ لك بتبارك بسيطة يعني. تفضل يا دكتور. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. وعندما تبارك الذي بيده الملك، والله لو ذهبنا إلى البناء اللفظي تجد 4 مرات نذيرة 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 في سورة الفرقان على طولها، 4 مرات في سورة الملك على قصرها. ما جاءنا من نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. نذير يعني في كل أنحاء السورة دكتور، 4 مرات 4 مرات يعني مش وراء بعض في كل أنحاء السورة. وإن كنت أنا لست من دعاة الإعجاز العددي، لكن أنا أعطيك مثال جيد يا سيدي الكريم. في سورة الفرقان يقول واتخذوا من دونه آلهة، من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أصنام، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. آلهتهم الأصنام لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. أما إلهك الحق يا محمد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إلهك الذي خلق الموت والحياة، آلهتهم لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، تذهب إلى الملك وإليه النشور. وإليه النشور موجودة، صح. إذن ما نفته سورة الفرقان عن آلهتهم المزعومة أثبتته سورة الملك لله تبارك وتعالى. الله الله. إذن في تكامل. إذن وحدة المطلعين في تكامل بين السورتين. أعطيك مثال آخر. أعطيني. عندما عبدوا الأصنام، والله قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان قال له أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. هؤلاء الذين يعبدون الأصنام هل يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. صحيح. أتحسب أنهم يسمعون أو يعقلون؟ هذا في الفرقان. نذهب إلى الملك، والله عندما يدخلون إلى جهنم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله أكبر. الله أكبر. الآن ندموا. نحن نقرأ هذا القرآن يا دكتور. نعم نحن نقرأ، ولكن نحن لا نقرأ هذا القرآن. هذا هو كلام. الفوق في سورة الفرقان قال أم تحسب يا محمد أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، تكلم عنهم. عندما دخلوا في جهنم والعياذ بالله قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما سمعنا الكلام يا أخي. هذا رقم 2. نعطيك أمثلة فقط، وإلا إن شئت نعطيك في سبح، نعطيك كما تشاء، وهذه نظريتي الجديدة في تفسير القرآن. في سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا
والزفيرة من هي التي رأتهم؟ جهنم. جهنم نعم. إذا رأتهم من مكان بعيد رأت المشركين، والله هي حانقة عليهم غاضبة عليهم، سمعوا لها تغيظا تأججا وزفيرا. أنا أسألك وأنت مثقف، ما معنى الزفير؟ الزفير هو الخروج، إخراج الهواء. نعم. شكرا. وجهنم ماذا تخرج؟ تخرج حميما وسموما، زفير. صحيح؟ المفروض نعم. جيد. الزفير. في الملك عكس، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الله أكبر. ما العلاقة بين الزفير والشهيق يا سيدي الفاضل؟ تكامل. هل هناك زفير بدون شهيق؟ أبدا. هل هناك شهيق بدون زفير؟ أبدا. التكامل. إذن سورة الملك تكمل سورة الفرقان. لذلك بدأ الله السورتين تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. هذه أنا لا أحفظهما مدنيتين ولا مكيتين؟ لا، كلتاهما مكية. مكية نعم. أنت معي أستاذي الفاضل؟ معك. جيد يا سيدي الكريم. في سورة الملك، وأنت تحفظها والشباب يحفظونها. صحيح. يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط صحيح؟ نعم. الذي يمشي منكبا هكذا كمن يمشي وينظر ويرفع رأسه، معقول يتساويان؟ كل واحد من العقوق لا يتساويان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يتساويان. في سورة الفرقان أعطتك الفريق الجميل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تريد أن تمشي سويا على صراط مستقيم؟ اذهب إلى التفصيل في السورة المكملة. سورة الفرقان تكمل الملك، فأعطتك الصفات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذا الذي يمشي سويا في سورة الملك. واضح يا أخي الكريم؟ هذه نظرية بديعة. لذلك زادني الله حبا في القرآن الكريم. لا أخفي عليك دكتور موسى، وأنا أخاطب الشباب، أخاطب كل ذي عقل ولب يريد أن يعيش كريما معززا. والله إذا تدبرنا القرآن وعشنا في رحاب القرآن وتمتعنا بهذا الجمال الرباني العظيم، والله تجد لذة. أنا أقول عن نفسي، لا أقول لك اترك كل هذا متاع الدنيا، أنا أقول كل شيء على كفة، حتى لا كل شيء أضعه على كفة من مال وصولجان ووظيفة وأضع القرآن الكريم ولذة تفسير القرآن الكريم عندي في كفة. يعني أنت الآن انتقلت يا دكتور من تحرير البلاغة في القرآن الكريم إن صح التعبير إلى تفسير القرآن بجوانب وأبعاد جديدة موجودة. ما الجديد يا دكتور؟ الجديد مثل ما قلت لك الآن، نظرية اتحاد المطالع والكلام الذي هذه لم يأتي أحد قبلك أبدا، ما ذكرها قبل الله أحد. أكبر. وليس من باب، ولو كانت مذكورة ما أتينا بالجديد، وهذا توفيق الله. أعطيك أمثلة. أعطينا أمثلة جديدة. دعني ذكرت وأنا أحكي لك الآن. ذكرت في سورة الفرقان، بس أعطيك مثال وننتقل إلى أبعاد جديدة في صور جديدة. في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ يتعجبون، وما الرحمن؟ المشركون. والله سورة الملك تعلمهم من هو الرحمن. قل هو الرحمن آمنا به. قل هو الرحمن آمنا به. بعدين: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. تعال أعرفك الرحمن، تعال يا ابني تعال. القرآن يقول لك، أنا أقرأ القرآن هكذا، هناك السؤال وهنا الجواب. قالوا وما الرحمن؟ اقرأ سورة الفرقان تعلمك ما معنى الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون كذا، وتذهب للملك تكمل لك الصورة، تعطيك الصورة الكبيرة. حتى عندما قالوا وما الرحمن أتأمرنا، شو هي؟ قالوا وما الرحمن أتأمرنا كذا وزادهم نفورا. نعم، نهاية الآية. وزادهم نفورا. وفي سورة الفرقان نفس الشيء، يقول وعتوا عتوا كبيرا. تعال معي، عتوا عتوا مصدر، وقل وزادهم نفورا في نفس السورة. عندنا عتو، عندنا نفور.
هذان مصدران لا يتكرران في القرآن كثيرا. صحيح. في سورة الفرقان في الملك جمعهما بل لجوا في عتو ونفور. أنا بدي نوصلك ونوصل المشاهد إلى أن هذه الصورة من نسيج هذه الصورة، لذلك بدأهم الله بنفس المطلع. الآن نطرح السؤال: لماذا بدأ الست صور ألف لام ميم؟ أقول لك وللمشاهدين ثمة أسرار عجيبة في كل الصور الأحرف المقطعة. وهذا على فكرة أرجو أن لا تستدرجني، عندي كتاب عظيم لم أنشره إلى الآن سميته الأساور المرصعة، ولو يعني بسائط، ولو ما تجود به علينا دكتور، ما تجود به علينا. الأساور المرصعة في الأحرف المقطعة. وفقني الله إلى تفسير الأحرف المقطعة تفسير صوتي عجيب في ألف لام ميم في حاميم. متى هذا الكتاب ستنشره؟ موجود، هو 460 صفحة، والله كل يوم أقدم رجلا وأؤخر أخرى لأسباب في نفسي صراحة.